وزن الإخوان في الشارع. لو كانت الانتخابات نزيهة لا يمكن اعتبار أن ما حصل عليه التحالف قريبا من وزن أو تأثير أو حضور الإخوان المسلمين في الشارع. لكن المعطيات التالية: أولا أن نحن خضنا الانتخابات باسم تحالف وطني للإصلاح، وليس كل هذه المكونات معبرة بالضرورة عن وزن وحجم الإخوان المسلمين. ثانيا، الدول الديمقراطية التي تتمتع بحرية كاملة وانتخابات نزيهة كاملة، نعم نتائج الانتخابات هي تعبير حقيقي عن أوزان القوى السياسية. الموضوع الثالث أنه هذا التأثير متقلب ليس ثابتا، يتغير صعودا وهبوطا وارتفاعا وانخفاضا، لكن بكل الأحوال الانتخابات تشكل مؤشرا على وزن هذه القوى بشكل عام، وليس فقط للإخوان وإنما أيضا لباقي الأحزاب والتيارات الأخرى. وهنا السؤال المطروح: الأحزاب الأخرى ماذا كان حصتها ونصيبها، سواء كان أحزاب أو جماعات مرخصة أو تنظيمات موازية صنعت كبديل للإخوان المسلمين، ماذا كان حصتها في الانتخابات النهائية؟ الوضع الطبيعي أن يكون هنالك حوار وتواصل بين الحكومات أو المؤسسات الرسمية الأردنية وبين مكونات المجتمع، وبالتأكيد أثبتت الانتخابات على أن الحركة الإسلامية بمجملها أنها واقع حقيقي لم يستطع أحد أن يتجاوزه أو أن يقفز عنه أو أن يلغي دوره وحضوره وتأثيره، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت بما فيها إغلاق المقرات. هذا يعني أن الوضع الطبيعي أن تعود الحوارات والتواصل والتفاهم على مصلحة هذا البلد، على قواعد حقيقية في تنظيم العلاقة، ويمكن الحديث عن ضرورات شعبية وخيارات رسمية، ويمكن تقسيم الأدوار بين الحكومات وبين القوى الشعبية. فليس بالضرورة أن تتطابق وجهات النظر أزاء القضايا المختلفة أو المتعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي، لكن إذا صدقت النوايا بتشكيل لوحة وطنية متماسكة تواجه التحديات والتهديدات وفي مقدمتها العنف والإرهاب والتطرف، ويمكن بهذا المجال أن يقدم التحالف الوطني للإصلاح درعا إضافية حصينة للأردن. تقديم مصالح الأردن العليا يقتضي التنازل من الجميع. نحن من طرفنا جاهزون. السؤال الآن إلى الطرف الثاني: هل هم راغبون أو جاهزون؟ نعم.